منع فيلم كيميتسو نو يايبا في السينما العربية. تأجيل فيلم بلاك كلوفر. أخبار حزينة وفي نفس الوقت في بعض الأخبار الرهيبة. في مقطعنا لهذا اليوم سنتحدث عن هذه الأخبار اللي نزلت في فبراير. بعضها كما شفتم في البداية بعض الأخبار هي سيئة، وبعضها أخبار جيدة مثل عودة العمالقة وبعض الأنميات الجديدة، وبرضه عروض تشويقية لأنميات جديدة فخمة قادمة في هذه السنة. قبل ما نبدأ لايك واشتراك وخلونا نبتدي. أول خبر معانا وهو منع فيلم كيميتسو الجديد من العرض في السينما العربية، وهذا بسبب مشهد ظهرت فيه ميتسوري وهي تعرفون التكملة. في البداية الفيلم كان راح يعرضوه، لكن بعدها بعد فصح العمل وجدوا أن فيه لقطات غير لائقة، فتواصلوا مع استوديو كيميتسو اللي هو استوديو فوتيبل. وشو كان رد الاستوديو رد عليهم كالتالي، انه ما بده يسوي اي تعديل على الفيلم. فللاسف الشديد ما عندهم اي رغبة في تعديل لقطات الفيلم عشان يعرضوه في السينما العربية عشان يكون لائق وكذا. فشو سووا السينما العربية حاليا؟ قاموا ومنعوا الفيلم. فحاليا الفيلم ممنوع عرضه في جميع السينما العربية. ما ادري اذا في المستقبل بيسوون تعديلات او بيصيرون الى اتفاق، ما ندري. حاليا فيلم للاسف ممنوع عربيا، وكل هذا بسبب ميتسوري. اوكي، عشان ما نزعل فانز كيميتسو جبت لكم خبر حلو، وهو ان اخيرا عندنا موعد رسمي للموسم الثالث. الموسم الثالث يا جماعة الخير قادم يوم 9 من شهر ابريل. شهر القادم شهر 4. وقبل ايام نزل له عرض ترويجي خاص، وبرضه بوستر وعرض ترويجي اخر بيظهرون فيه الاوبننج الجديد الخاص بكيميتسو. ايضا عندنا عرض دعائي لانمي كونوسوبا والقادم بتاريخ 5 ابريل. ننتقل للخبر اللي بعده. عندنا ملصق ترويجي لانمي سكيب اون لوفر والقادم بتاريخ 4 ابريل. ايضا تم تنزيل اول ملصق للانمي الجديد المسمى اندر نينجا المقتبس من مانجا مشهورة جدا. سيتم عرضه خلال شهر اكتوبر من العام الحالي، وما في للحين تصريح حول الاستوديو الذي سيقوم بالعمل عليه. عندنا ايضا ملصق دعائي لفيلم انمي سيتي هانتر والقادم خلال موسم الخريف من دي السنة. وللأسف الشديد وفاة المؤلف المانجاكا المخضرم ليزي ماتسوموتو من عمر يناهز 85 سنة، وهذا جراء فشل قلب حاد أدى إلى موته. ترك الراحل أثرا كبيرا خلفه، ألف العديد من الأعمال العظيمة مثل كابتن هارلوك والنسور الفضاء وأعمال دعا صيتها أجيالا في العالم كله. ننتقل للخبر اللي بعده. عندنا عرض ترويجي لأحداث أنمي أوشو نو كو والقادم في شهر أبريل. أيضا عندنا إعلان عن عودة سلسلة تور أوف جاد. ستعود للتسلسل، وحيث أنه تم إصدار 6 فصول جديدة يوم 19 فبراير. فاللي يتابع المانهوا هذه فعندك 6 فصول لمشاهدتها أو لقراءتها. ورسميا عندنا ايضا عرض دعائي لفيلم الخاص بسايكو باس، الفيلم الجديد والقادم من استوديو برودكشن اي جي كالعادة اللي انتج كمان الانمي، وسينزل بتاريخ يوم 12 مايو من العام الحالي. وبالمناسبة هذا الفيلم سينزل بمناسبة مرور 10 سنين منذ نزول الانمي، يعني نقدر نقول انها ذكرى سنوية، والذكرى السنوية 10 منذ نزول الانمي. 暴力に対抗する暴力として俺はすべきことをするだけだ。帰国を許されたんですか？
私はこうを犯そうとしたら俺はやってきたことに後悔はない。正義も真実も正しさを求めるお前を信じる。 ورسميا يا جماعة الخير تم الإعلان عن تأجيل موعد إصدار فيلم بلاك كلوفر. فيلم بلاك كلوفر الجديد كان راح ينزل يوم 31 مارس، لكن للأسف غيروا التاريخ، وهذا بسبب جائحة كورونا، وهذا أدى إلى تأخر في إنتاج استوديو بيروت، فغيروا التاريخ من 31 مارس إلى يوم 16 من يونيو، 16 في شهر 6. ورسميا تم الإعلان عن حصول سلسلة كوسوريا نو هيتوريغوتو على أنمي تلفزيوني، وقادم خلال دي السنة. ما في يوم محدد، وكمان ما في للأسف حتى الاستوديو. ورسميا يا جماعة الخير العمالقة يعودون اليوم. قبل مدة تم تنزيل العرض الترويجي الأخير للموسم هذا، اللي هو الجزء الثاني والأخير من القسم الثالث والمكمل لنهاية السلسلة. في هذا التريلر شفنا العديد من الأشياء الفخمة والغامضة، ونزلت فيديو عنه كامل بتحدث عن التريلر وعن الأحداث وعن التفاصيل اللي لازم تعرفها قبل مشاهدة الموسم الجديد أو البارت الجديد هذا أو الكور أو القسم، سموه كما تشاءوا. فالمهم نتشوق جدا للحلقة، حلقة اليوم اللي بتنزل راح تكون مدتها تقريبا ساعة، وفيها راح يكون رسميا راح يكون في اوبننج، اما اندنج ما ندري، غالبا بيكون في اندنج لان العمل بداية ونهاية، يعني اوبننج واندنج. يعني الاوبننج ما كنا نعرف في البداية، لكن تم تحديد او تم تنزيل الخبر الرسمي ان في اوبننج. اما الاندنج ما في اخبار، لكن اتوقع بيكون كمان في اندنج. العمل تقريبا ما ادري متى راح ينزل صراحة، ما ادري عن الوقت، أعرف فقط أنه بينزل اليوم. فالمهم إن شاء الله لما نشاهد الحلقة بحاول أنزل لكم انطباع، ما أدري إذا بنزل انطباع منها، بس بدي أنزل صراحة. فالمهم العمالقة قادمون اليوم، أخبروني في التعليقات كم مدى حماسكم للعمالقة. أنا مليون تريليون. أخ يا العمالقة يا ريت. أيضا تم إطلاق مقطع جديد يستعرض الأغنية الرئيسية للفيلم رقم 26 من المحقق كونان. يذكر بأن الفيلم هذا هو الفيلم رقم 26 كما قلت، وسيكون بعنوان الغواصة الحديدية، وسينزل يوم 14 أبريل على شاشات السينما اليابانية. パシフィック V 今日ユーロポールと回線をつないで我々と共に来たのか。本格始動することになっている。して今奴らの魔の手が忍び寄る。そろそろ教えてもらえるかな、シェリー。沈めてやるよ。ぶつけてでも止めた。私は変われた。 رسميا عندنا لعبة جديدة لجريندايزر. جريندايزر يا اخي زمان عن جريندايزر. فالمهم حساب الرسمي لبلاي ستيشن يطلق مقطع للعبة جريندايزر الجديدة. اللعبة ستكون من تطوير شركة فرنسية، واللعبة هي بنظام الأكشن والمغامرات، حيث سيغمس اللاعبون فيها بقصة مؤثرة مليئة بالشجاعة والمعارك كما في قصة العمل الأصلي. اللعبة ستصدر في دي السنة، ما ندري أي يوم بالتحديد، فقط قالوا هذه السنة، وستنزل في الإكس بوكس، بلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن 4 والحاسوب كمان، وأيضا السويتش. إلى هنا ينتهي مقطعنا لهذا اليوم يا جماعة الخير، أتمنى تكونوا استمتعتم. شكرا من كل القلب على المشاهدة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك ونشر هذا المقطع في كل مكان، ونلتقي مقطع آخر إن شاء الله. جانا منه.